السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخنا. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية شعبية ولذيذة جدا وكمان سهلة التحضير. هنعمل الكبد والقوانص بالبصل والفلفل، ريحة وطعم يخطفوا القلب، وكمان موفرة وسريعة، تنفع غدا تنفع عشاء جنب عيش سخن كده أو رز أبيض. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل على الوصفة بتاعتنا. أول حاجة معايا نص كيلو كبد وقوانص. طبعا الكبدة والقوانص بتاعتنا غسلنا غسلة كويسة ومتخلصين من ريحة الزفارة بتاعتها. نص كيلو كبد وقوانص، واخدة عليهم بصلة كبيرة ومقطعاها جوليان، يا إما حلقات رفيعة يا إما مكعبات حسب التقطيع اللي تحبيها. تمام. نص كيلو كبد وقوانص، واخدة بصلاية كبيرة، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وكمون وكزبرة، معلقة صغيرة من كل نوع، ومعايا فلفل رومي، واخدة نص قرن فلفل رومي ونص قرن فلفل احمر ونص قرن فلفل كوبي اللي هو الفلفل الالوان. تمام. لو حابه بقى الفلفل يكون حامي مفيش مشكله زي ما انت عاوزه. ومعايا كمان 5-6 فصوص من الثوم مقطعهم حلقات رفيعه او شرايح رفيعه. هنجيب بقى الحله بتاعتنا على النار وهنزل بشويه زيت صغيرين خالص، يعني ما كترش الماده الدهنيه لان الكبده فيها ماده دهنيه برضو. هستنى لحد ما الزيت بتاعنا يسخن، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص وهسيبها بقى لحد ما تنزل المية اللي فيها. مش هضيف لها اي حاجة خالص، تقلبيها بس تقليبة بسيطة كده، وبعد كده سيبيها بقى لحد ما تنزل المية بتاعتها وتشربها كلها. وهمشي معاكم برضو خطوة خطوة. اهي بدأت تنزل المية اللي فيها، هسيبها برضو اهو. شايفين نزلت كل الدهون اللي فيها والمية اللي فيها كلها نزلتها. نستنى بقى لحد ما المية بتاعتها دي تشمع خالص، ولو ما تشمعتش معاكي ممكن تكبيها عادي. تمام كده خلاص شربت المية اللي نزلتها كلها. وبعد كده هنزل بالبصل اللي احنا مقطعينه شرايح رفيعة يا اما جوليان يا اما مكعبات حسب ما انت عاوزة. نزلنا كده بالبصل وهنقلب البصل في الكبدة لحد ما البصل بتاعنا ده يدبل معانا كده. تمام. طبعا وانت بتحطي البصل على الكبدة تحاولي تخلي النار عالية شوية برضو معاكي. كده تمام. هنسيبه لحد ما يدبل. انا ما بضيفش اي حاجة دلوقتي خالص، هو البصل بس على الكبدة، وبقلب فيه كل شوية كده لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل خلاص. هنكون بقى محضرين الفلفل بتاعنا زي ما قلت لكم، نص قرن فلفل حامي ونص قرن فلفل رومي ونص قرن فلفل الوان. تمام. او بدل الفلفل الحامي ممكن تحطي معلقة هريسة شطة صغيرة كده. خلاص ضفت الفلفل بتاعنا، هقلب برضو الفلفل مع البصل مع الكبدة وهتشم الريحة بقى، بجد ريحة تخطف القلب. وكمان اكلة سريعة وموفرة، يعني لو راجعة من الشغل مش ملكيش مزاج تعملي اكل او تعبانة او مش قادرة تعملي حاجة، الاكلة ديت مفيش يعني 10 دقايق في ايديكي بالظبط وبتبقى جاهزة معاكي. هنزل بقى ب5-6 فصوص من الثوم مقطعاهم وهقلبها كده. كده تمام. هجيب بقى البهارات بتاعتنا، معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة كمون ومعلقة ملح، او الملح بقى حسب الكمية اللي انت بتعمليها. معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وشمي بقى الريحة وكل الطعم، هتاكلي احلى كبدة. والله العظيم احلى طريقة، بجد بجد بعتمدها على طول، احلى طريقة. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم. اكلة سهلة وسريعة وموفرة ومبتاخدش معاكي وقت. هقلبها بس شوية كده مع بعضها على النار لمدة 2 وبعد كده هطفي النار بقى، وكده يبقى الطبق بتاعنا جاهز. عايزة بقى تاكليها بالعيش السخن ماشي، عايزة تعملي شوية رز ابيض جنبيها ماشي، زي ما انتوا حابين. نزلناها كده بقى في الطبق، وكده بقى الطبق بتاعنا بقى جاهز للتقديم. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله الطريقة تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله.